بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات طلاب الصف الثاني الإعدادي، بنرحب بيكم النهاردة في درس جميل جدا 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 من دروس التاريخ، وهو درس الدولة العباسية. بناخد في الدرس بتاع النهاردة هارون الرشيد تولى الخلافة بعد أخيه الهادي من سنة 170 لسنة 193، يعني 23 سنة. في عهد هارون الرشيد بلغت الدولة العباسية أوج عظمتها وأوج ازدهارها، لدرجة ان كان هارون الرشيد سنة يطلع يعمل جهاد في سبيل الله وفتوحات، وسنة يطلع يعمل حج. تخيل، بعكس ما احنا بنشوف في الافلام والتمثيليات بيشوهوا سمعة مين؟ هارون الرشيد. لا، الراجل ده كان مشهور جدا 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 بالتصدق، وكان مشهور جدا بالاعمال الجميلة جدا، اللي يقول لك كان بيجاهد في سبيل الله بنفسه. طيب، اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد هارون الرشيد، يبقى الدولة بقت واسعة. القصور والحدائق اتبنت في عهد هارون الرشيد. لما بقى عنده قصور وحدائق كان عنده صناعة وزراعة وتجارة مزدهرة. طيب، كان بيحب العلم والعلماء، وعهد هارون الرشيد قبل وفاته بالخلافة إلى ابنه الأمين الذي استمر حوالي 5 سنوات. يبقى أنا عندي الدولة العباسية اتسعت وبنى فيها قصور وحدائق، وكان فيها صناعة وزراعة وتجارة وعلم وعلماء. كل الخير ده هو في عهد مين؟ هارون الرشيد. صلي بنا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أهم أعماله، الراجل ده هو كان مهتم بالعلم والعلماء، فشجع حركة الترجمة. وده سؤال مهم جدا جدا يا ولاد. يقول لك المأمون شجع حركة الترجمة ليه؟ تقول له حتى يستفيد العلماء المسلمين من مؤلفات الحضارات الأخرى، بدل ما كل واحد من العلماء يبتدي من الصفر. طب ما يجيب الكتب الأجنبية ويحاول إن هو يترجمها ويكمل عليها. يبقى أنا عندي المأمون اهتم بالترجمة لدرجة إن هو كان بيدي وزن الكتب اللي بتجيله مترجمة فلوس ذهب. يعني اللي يجيب له مثلا كتاب يوزنه، وعلى قد الميزان يديله ذهب. شوف الراجل كان بيحب العلم قد ايه، وبيشجع الناس، وده طبعا كان بيخلي الناس كلها عاوزه تترجم. قضى على الثورات والفتن في الدوله. قضى على الثورات والفتن، شجع العلم والعلماء، شجع حركه الترجمه. وقلت لك السؤال دوت يعتبر من اهم الاسئله اللي في الدرس ده هو كله. بعد كده هناخد المعتصم. المعتصم هو محمد ابن هارون الرشيد، ولد سنة 180 من أم تركية. وخد بالك ده الوحيد اللي بنقول أمه مش من العرب، أم تركية. تولى الخلافة بعد أخيه المأمون. تولى الخلافة بعد أخيه المأمون من عام 218 ل 227. ما هي أهم أعمال المعتصم؟ المعتصم اهتم بالجيش، وكان المعتصم مشهور بقوة البنيان والجسم الشديد. اهتم بالجيش ليه؟ سؤال مهم جدا برضه. يقول لك للقضاء على الثورات التي نشبت في عهده. طيب، المعتصم حارب الروم. ما نتيجة حرب المعتصم للروم؟ انتصر عليهم وهزم الروم وفتح عمورية وبنى مدينة سامراء. يبقى أنا عندي ما أقولش سمراء، أقول سامراء. وعندي فتح عمورية وحارب الروم وانتصر عليهم وهزمهم، واهتم بالجيش من أجل القضاء على الثورات التي نشبت في عهده. وتوفي سنة 227 بعد ما دامت الخلافة بتاعته 8 سنوات و8 شهور. يبقى أنا عندي المعتصم العهد بتاعه كان فيه حروب مع الروم، وكان فيه ثورات داخلية. يبقى حاجة داخلية وحاجة خارجية. الثورات الداخلية قضى عليها، الروم الخارجية قدر ان هو يقضي عليهم برضه ويهزمهم، وفتح عمورية وبنى سامراء. الفتوحات الإسلامية، هنلاقي ان احنا عندنا الفتوحات الإسلامية في الشمال تم فتح أرمينيا، في الجنوب بلاد اليمن وبلاد النوبة، في الشرق بلاد ما وراء النهر
وبلاد السند ناحية الهند. في الغرب شمال إفريقيا والمغرب الأقصى. يبقى أنا عندي الفتوحات الإسلامية في الشمال أرمينيا، في الجنوب بلاد اليمن وبلاد النوبة، في الشرق بلاد ما وراء النهر وبلاد السند، في الغرب شمال إفريقيا والمغرب الأقصى. تعرضت الدولة العباسية للضعف لدرجة إن التتار قدروا إن هم يدخلوا الدولة العباسية سنة 656. طب ليه التتار قدروا إن هم يدخلوا الدولة العباسية؟ قال لك لأن الدولة العباسية بقت ضعيفة وسيطرة العناصر غير العربية على الجيش وعلى الدولة، بعكس الدولة الأموية. فاكر كنا بنقول إن من أسباب ضعفها كراهية الموالي للأمويين. هنا بقى الموالي هم اللي خدوا الشغل كله. يبقى أنا عندي سواء العناصر غير العربية ما مسكتش الحكم أو ما شاركتش، دي حاجة وحشة. طب لو مسك الحكم كله دي حاجة وحشة. أمال إيه الحلو؟ الحلو خير الأمور الوسط. طيب اتساع رقعة الدولة الإسلامية، طب دي حاجة وحشة؟ دي حاجة جميلة جدا. قال لك ما هي لما اتسعت ما قدروش يسيطروا عليها، بقت كبيرة جدا. وطبعا احنا عارفين ان زمان كانت وسائل الاتصال يعني ضعيفة وبدائية، ما كانش فيه زي الوقت طيارات ولا كان فيه زي الوقت تليفونات ولا كان فيه كلام من ده. فشجع الدول شجع الاعداء على ايه؟ على الطمع في الدولة العباسية. الصراع بين ابناء البيت العباسي، وده نفس السبب اللي كان موجود ايام الدولة الاموية، الصراع بين ابناء الامويين على الحكم. يبقى انا عندي اي دولة في الدنيا فيها استقرار تبقى قوية، حتى لو الملك او الحاكم مهوش قوي قوي بس بيلاقي الناس اللي حواليه متماسكة. لكن الصراع ده بيخلي كل واحد لوحده، فبتبقى التفرد والانفراد بيبقى ضعف، لكن الاتحاد زي ما احنا عارفين كلنا قوة. تولي الحكم خلفاء ضعفاء انغمسوا في حياة الطرف. احنا ايام هارون الرشيد كان بيحارب بنفسه، ايام المعتصم كان بيحارب بنفسه، ايام الناس دي كلها كانت جه بقى ناس خدت على الراحة. يبقى تولي الحكم خلفاء ضعاف، والصراع بين ابناء البيت العباسي على الحكم. طيب الدولة العباسية لما سقطت ايام التتار، مين بقى اللي رجعها تاني؟ قال لك رجعت تاني على يد الظاهر بيبرس في مصر سنة 659، واستمرت الخلافة العباسية لحد ما تم الفتح العثماني لمصر سنة 1517. يبقى أنا عندي هنا سؤال مهم جدا: متى أعيدت الدولة العباسية مرة أخرى؟ أو متى تم إحياء الدولة العباسية؟ أقول له على يد الظاهر بيبرس، وإحنا هناخد الظاهر بيبرس في دولة المماليك. واستمرت الخلافة العباسية لحد الفتح العثماني، لحد الفتح العثماني. بعد كده طبعا بيبقى الوطن العربي كله تبع الدولة العثمانية. وبكده يكون انتهى الدرس بتاع النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. اي حد عنده سؤال او استفسار يا حبايبي يسيبهولي على صفحتي، صفحة مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. اكون سعيد جدا بيكم. ما ننساش يا ولاد الصلاة والعبادة والقرب من ربنا هيخليه يبارك لنا في وقتنا، وهنحس بالسعادة اكتر والطمأنينة. واسيبكم في امان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.